بصوا، اقوى بوتوكس واقوى فيلر على الطريقه الكوريه والطريقه الاسيويه، من احلى الحاجات. الفيديو ده تقريبا انا عملته من سنتين وكان بيتسرق كتير جدا، والفيديو اتمسح لي كتير يعني. بس انا اتحديت اللي انا اعمله تاني وتالت، وهيبقى كده ودي كده علبة تلاجة عشان انتي هتدخليه في التلاجة وهتستخدميه لو انتي بشرتك عادية او مختلطة يوميا. لو انتي بشرتك دهنية 3 مرات في الاسبوع لمدة نص ساعة، ولو انتي بشرتك حساسة او بتلتهب من الماسكات هتستخدميه مرتين او مرة في الاسبوع تكفي. وزي ما انا قلت لكم قبل ما نحط اي ماسك على بشرتنا نعرف ان هو بيحسس بشرتنا او لا. لا بنجرب على رقبتنا من هنا، لا بنجرب على الايد من هنا من تحت. الماسك اللي انا حطاه ده مش المفروض اللي انا اتكلم وانا حطاه، بس هقول لكم اللي هو من الحاجه اللي اقسم بالله من اول اسبوع هتلاقي نضاره وتوريد وقفل مسامات وبيضيع، لانه بيحتوي على مضاد للاكسده، وبيحتوي على مغنيسيوم، وبيحتوي على بوتاسيوم، وبيحتوي على اوميجا 3، وبيحتوي على سالساليك، وبيحتوي على فيتامينات وكولاجين طبيعي وبوتوكس للبشره طبيعي. اقسم بالله ده وهم. في ناس كتيرة قوي بطريقة ما بتاخد الحاجات دي وتحطها في كريمات غالية جدا جدا. احنا النهاردة كثفناها كلها في الكريم بتاعنا او الماسك بتاعنا اللي احنا هنحطه كل يوم. لو انتي بشرتك مختلطه او عاديه كل يوم زي حالاتي قبل النوم بنص ساعه. لو انتي هتحطيه مرتين او 3 في الاسبوع زي ما انا قلت لك، لو انتي بشرتك حساسه او بشرتك دهنيه يبقى هنحطه برده نص ساعه هينشف، وهنبدا نقوم نفرك بشرتنا من الداخل للخارج. اكوا بوتوكس ما برشحش الناس اللي تحت ال25. انا يعني من اول 25 او اول سنه 30 تبداي تعمليه. الناس اللي بتعاني من ال111، الناس اللي بتعاني من التجاعيد، الناس اللي بتسالني نوران عملتي لايك، عملت شير في الخير عشان نفيد الغير، عملتي قلوب كتير ودعيتي لي ولك بالمثل. النهارده انا بقدم لك حاجه استحاله حد يقولها لك واستحاله حد يعرفك اسرارها، بس انا قلت اقولها لك عشان تدعولي دعوات كتيره جدا. اهم حاجه واحنا بنعمل الحاجات دي تكون بشرتنا نظيفه جدا جدا جدا. لو انتي مش عارفه تجيبي كريم المرة، مش عارفه تجيبي كريم الكولاجين اللي قلبين الدنيا، اللي بيكافحوا الشيخوخه المبكره وبيكافحوا العجز المبكر وبيعالجوا البشره 100% وهم سحر وعياده تجميل في بيتك، يبقى اعملي الماسك ده وشيليه في تلاجتك وكل يوم استخدميه يا جماعه. من الحاجات الحلوه جدا جدا. طب نورهان انا بشرتي دهنيه بس بحطه بشرتي بتترطب ومش عارفه ايه، حطيه كل يوم. لو انت حسيتي ان انت بشرتك ما بتتحسسي منه حطيه كل يوم. ملهوش اي اضرار، واي حاجه ما فيهاش اي كيميكال، واي حاجه طبيعيه ملهاش اضرار. لو مش هتفيدك مش هتضر. خلينا كل اللي احنا هنستخدمه هنا يا جماعه هنستخدم معلقه من العسل، ومعلقه من بذور الشيا، بذور الكتان، معلقه حليب بودر، معلقه شوفان، ورز هنسلقه على النار. تعالوا نشوف الطريقه وما تنسوش تدعولي. بصوا بقى، اول حاجه هتكونوا محتاجينها هي معلقتين كبار من الرز ومعلقه كبيره من بذور الكتان، ماشي، عشان نعمل احلى حاجه لشد البشره وملء الخدود ونضاره البشره، واللي يشوفك يديكي سن اصغر من سنك كذا سنه. المهم اللي يعمل الوصفه دي يكون فوق ال30 سنه، تمام كده. والناس اللي عندها تجاعيد مزمنه او الناس اللي عندها 111 مضايقاها. وهنحط كمان معلقه من بذور الشيا. ادينا نزلنا ببذور الشيا، يعني كل اللي احنا عايزناه معلقتين كبار من الرز، معلقه كبيره من بذور الكتان، معلقه صغيره من بذور الشيا، وهنخليهم يغلوا لمده 5 دقايق على النار. وبعدين هناخدهم نضربهم بعد ما يهدوا ونطفي عليهم ويهدوا شويه، هناخدهم نضربهم في الخلاط. من احلى الكريمات اللي تقدري تحطيها يوميا بجد بجد. مش هتشوفي بشرة غير لمعة وقوية وصحية وما فيهاش ترهل، ما فيهاش مسام، ما فيهاش غمقان. بيفتح 14 درجة من الجسم والبشرة لو ضفنا عليهم نشا. فخلينا نعمل احلى حاجة في العالم كلها، واقوى بوتوكس وفيلر وشد خطوط للبشرة، ومش بس للبشرة وللجسم كمان. لو عايزينها نبقى نعمل دلكة نضيف عليها نشا، بس احنا دلوقتي عايزينها عشان بشرتنا.
فين بعد ما قلبناهم بقى شكلهم بالمنظر ده ودخلوا على غليان يا جماعه، بداوا يغلوا على غليان اهو. وبعدين هنضربهم في الخليط، وبعدين هنطلع احلى كريم لبشرتنا. من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها تاني وتالت. الماسك ده او الكريم ده لازم بعد سن ال30. طيب لو انا عندي بناء 25 مثلا وعندي خطوط او عندي تجاعيد، هنشيل بذور الشيا وهنحط رز وبذور كتان فقط لا غير. شايفين بيغلوا ازاي؟ وطينا عليهم النار على الاخر، وهنصبر لغايه ما كل ده يتجانس مع بعضه، وهنقفل عليه. واول ما يهدى هنضربه معاكم في الخلاط. نورهان انا عايزه حاجه، بصي مفيش حاجه اقوى من ده للتجاعيد والتفتيح ونضاره البشره، وبيخلي مفيش مسام واسعه، بيخلي مفيش حبوب، مفيش اثر حبوب. بجد من الحاجات اللي انتي هتستخدميها وهتدعيلي. وكملوا الفيديو للاخر عشان نعرف هنحط ايه كمان وهم في الخلاط. بصوا ادينا اهو حطيناه في الخلاط. اول ما حطيناه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، هنضيف عليه فيتامين اي، وهنضيف عليه كمان معلقه شوفان مطحونه. احنا طبعا عارفين ان الشوفان مع الرز حاجه كده قويه، يعني في قوه ايه، في قوه الاسد تقريبا. ده بقى اللي بيقولوا عليه نينجا النينجا. انت معاكي كريم مش هيتكرر مرتين. تعالوا اوريكم بقى بعد ما هنضربه على الخلاط. بصوا بعد ما ضربناه في الخلاط هناخده نصفيه بالمصفى عادي جدا. شايفين انا بصفيه بالمصفى ازاي؟ بصوا لونه عامل ازاي اهو بالطريقه دي. طبعا ده احنا مش هنرميه، ده طبعا احنا هنعمله لشعرنا مع شويه حاجات تانية. حاضر هعمل لكم بيه حاجه للشعر. والله لسه كنت بقول اهو هعمل لكم حالا حاجه للشعر بعد ما يعني ما فيش ساعتين وهتلاقي برضو بتاع الشعر نازل. حاضر اهو بالطريقه دي. وهنفضل نصفي بقى، وهقول لكم هنستخدمه كم مره وهنستخدمه ازاي. بصوا بعد ما عملناه هنضيف معلقه كبيره من العسل اهو بعد ما صفيناه. معلقه كبيره من العسل، وهنبدا اللي احنا نقلبه تاني. وحطيت اهو معلقه من الحليب البودر وهبدا اقلب. يبقى احنا عملنا ايه يا جماعه؟ عملنا بوتوكس، وعملنا ماسك الاسيوي والكوري اللي بيخلي العجوزه صبيه. عندك 40 سنه استخدميه وادعيلي، عندك 50 سنه استخدميه وادعيلي، عندك 100 سنه هتوصلي لل20 سنه. واقسم بالله في سحر. بصوا بقى انا حطيته في طبق تلاجة كده. كل ده بياخد وقت عبال ما بيدوب مع بعضه. وعشان ادخله التلاجة وكل ما اجي استخدمه هبدا ان انا احطه على حمام مائي عشان يدوب، واحطه على بشرتي. تمام. وبعدين هحطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة. كام مرة في الاسبوع؟ انا بعمله كل يوم قبل النوم بنص ساعة، وبفضل سايباه على بشرتي نص ساعة. بشرتي بتتحسس، بشرتي ملتهبة، مرتين في الاسبوع تكفي. بشرتي دهنية 3 مرات في الاسبوع تكفي. بشرتك عادية، بشرتك مختلطة، اعمليه كل يوم. عندك تجاعيد مزمنة، عندك ال111 كل يوم. عندك ترهل يبقى تعمليه كل يوم. بصوا بعد ما غسلت وشي اقسم بالله انا مش عايزه اقول لكم قد ايه الراحه. بصوا كان في حبايه هنا، بصوا مفيش تدقيق المسام، شايفين؟ بصوا يعني بجد حلو جدا، يعني من الحاجات الحلوه جدا. عايزه اعمل معاكم روتين البشره كامل عشان انا شعر حواجبي بدا يطلع، فعايزه اعمل معاكم الروتين. بصوا بقى بعد ما بنغسل بشرتنا وبنحط المرطب بتاعنا بعد اي ماسك، هناخد اي فازلين عندنا وهنبدا نحطه على شفايفنا عشان نرطب شفايفنا وما نقولش دي متقطعه او خشنه او شكلها مش حلو. اديني وزعت الفازلين وانا حاطه تنت اصلا، ووزعت عليه الفازلين عشان يديني طراوه. ولازم بعد اي ماسك يا جماعه نستخدم مرطب، ولازم قبل ما ننام نستخدم حاجات بترطب رجلينا وشفايفنا وبشرتنا. يعني من احلى الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض. اشوفكم على فيديو تاني من اختياركم كالمعتاد. ان شاء الله باذن الله. الفيديو اللي جاي هيكون اللي احنا ما نرميش الحاجات بتاعتنا دي، وهنعمل بيها حاجات لاطاله وتقويه بصيله الشعر. من الحاجات الحلوه جدا لاطاله الشعر فقط، وتقويه بصيله الشعر ونضاره الشعر ولمعانه بس. يعني ده بيطول وبيقوي بصيله الشعر. اشوفكم على فيديو تاني من اختياركم كالمعتاد. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد. الفيديو ده كان من سنتين، واصل بالظبط ل 180 مليون فيو.
ما تنسوش شير في الخير عشان نفيد الغير، وخاصة الناس اللي داخلة على جواز. انت محتاجة الماسك ده جدا جدا جدا. اللي تحت سن ال20 او اللي تحت سن ال25 ما تعملهوش عشان ما يطلعلكيش تجاعيد مبكرة. ارجوكي ارجوكي ارجوكي. وانت حاطة اي ماسك يا ريت ما تتكلميش ويا ريت ما تتعامليش، عشان الماسك بياخد رياكشنات الوش. السلام عليكم.